ثلاثة العناصر اللي ما كي غير خاضعة لا للنقاش لا للتفاوض لا للتلاعب لا لشيء. أولا الأطراف المعنية بالنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية معروفة، محددها مجلس الأمن ومحددها الواقع، وبالتالي حتى واحد ما يقدر يقيس أو لا يمس بهذه الأعضاء أو الأطراف المعنية الحقيقية المعنية بالنزاع، وكل مس بها فهذا مس بخط أحمر. ثانيا الآلية ديال الاشتغال لحل هذا النزاع المفتعل، مجلس الأمن الأمم المتحدة أكدوا على الموائد المستديرة كإطار وحيد. هذا بالنسبة للمغرب كذلك مسألة محسومة وغير قابلة لا للنقاش لا للتفاوض. النقطة الثالثة اللي هي النتيجة ديال هذا المسار. بالنسبة للمغرب الأمور واضحة، وبالنسبة للمجموعة الدولية الأمور واضحة، ما يمكن لها تكون إلا في إطار مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبالتالي كانت هذه ما خاضعة لا للنقاش لا للتفاوض لا مع الأمم المتحدة لا مع الأمين العام لا مع أي طرف آخر. فهذه العناصر الثلاثة هي المحدد الأساسي للعمل ديال المغرب والتفاعل ديال المغرب مع الأمم المتحدة، مع الأطراف الدولية، مع المبعوث الشخصي كيف ما كان. وطالما هذه النقط هذه ما كتقاش فالمغرب منخرط في هذا المجال. إلا تقاست المغرب كياخذ المسؤولية ديالو، وبالتالي هذه هي النقط الثلاثة: أطراف النزاع، آلية الموائد المستديرة كإطار للتعامل وسط النزاع، والحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل في إطار الأمم المتحدة. النقطة الثانية هي أن المغرب كان دائما مع كاع المبعوثين الدائمين كيأكد على أن الشفافية والتشاور والتنسيق هما سبل النجاح. اللي بغى ينجح كيشتغل بهم، والمغرب معاه. اللي ما كيكونوش المغرب كينبه، والمغرب كياخذ الإجراءات المناسبة. ولكن بحال اللي قلت كاين خطوط حمراء، ولكن كاين مبادئ للتعامل اللي المغرب كيأكد عليها دائما: الشفافية، التشاور والتنسيق. هذه هي المعايير ديال النجاح في أي مبعوث أممي، بما فيها ستيفان دي ميستورا. فهو المغرب من البداية كيقول له هذه هما الأسس ديال التعامل، والمغرب غيبقى ديما يتعامل معاه من هذا المنطلق. هناك نقاط حمراء أو خطوط حمراء اللي هي الثلاثة اللي هضرت عليها، هناك آليات للتعامل يجب التأكيد عليها، وغينبه لها المغرب كل ما كان ابتعد عليها. النقطة الثالثة هي أنا قلتها من قبل ونعاود نأكدها: ما نعطيوش لجنوب إفريقيا أكثر من الحجم اللي عندها. جنوب إفريقيا هذه 20 عام باش خدات واحد الموقف سلبي في 2004. شنو وقع من 2004 للآن؟ 27 دولة سحبات الاعتراف رغم التحرك، رغم المواقف، رغم هادشي كاع ديال جنوب إفريقيا. نص الأعضاء ديال الصادق اللي هي المجموعة اللي ديال جنوب إفريقيا اللي هي دول ديال جنوب إفريقيا، نص فيها سحبات الاعتراف منذ اعتراف جنوب إفريقيا، والثلث اليوم عنده قنصلية في الداخلة ولا في العيون. هذه جنوب إفريقيا. باش من زعما الممثل الشخصي يمشي للمريخ، يمشي هذا نفس التعامل. ما زعما ما كنعطيها جنوب إفريقيا ما عندهاش الأهلية، ولكن ما عندهاش القدرة على أنها تأثر. تكون أثرت كانت تأثر من 2004 وكانت تأثر في المحيط ديالها. جنوب إفريقيا كانت على الأقل 3 مرات عضو غير دائم في مجلس الأمن منذ اعترافها بالكيان الوهمي. اضطرت أنها أو قبلات أنها ما تقدر توقف حتى قرار من قرارات مجلس الأمن، وكلها قرارات اللي مشات في إطار دعم مبادرة الحكم الذاتي، تحديد الأطراف النزاع، وتأكيد الموائد المستديرة. تكون جنوب إفريقيا عندها القدرة كانت تمنع ملي كانت عضو غير دائم.
جنوب افريقيا حاولت انها تمنع المغرب يرجع للاتحاد الافريقي وتحركات، وهذا المغرب هذه السنه السادسه ديالو في الاتحاد الافريقي. تكون كانت جنوب افريقيا عندها القدره كون راه قدرات دير هادشي. جنوب افريقيا حاولت وسط الاتحاد الافريقي انها تكون دائما باش المغرب ما يدخلش لمجلس الامن والسلم.